أهلا بكم مرة تانية في قناة صلح العطل بنفسك. النهاردة معانا مروحة السقف. مروحة السقف مشكلتها إنها زي ما حضرتك سامع صوت خشن خالص، فده رمان بيل. هنبدأ نفك مع بعضينا واحدة واحدة. هنبدأ بعد ما فكينا المسامير هنشيل الوش. طبعا الوش مليان أتربة، هننفض الأتربة اللي فيه. نيجي بعد كده معايا هنا دي اسمها تيلة، يا رب تكون واضحة في الفيديو. التيلة دي هنبدأ نفك المسمار. أهم حاجة نتأكد منها عشان سلامة العميل وسلامة أهل بيته. أول حاجة أنا بدور عليها المسمار. المسمار ده يا جماعة بلاش نستهتر بالموضوع ده. المسمار ده ممكن نبص نلاقي المسمار ده مقصوف أو محزوز هنا، زي كأنك نازل عليه بصفيحة منشار. في هنا معايا حاجة اسمها تيلة، دي بتاعة الأمان، عشان لو قطع المسمار ولا حاجة يبقى أنا معايا دي. مش هتمنع السقوط وجعة المروحة، بس هتهديها. تمام. هنبدأ نعمل كده. الجزء ده ما يسمى باسم المكثف. أبدأ أفك المكثف بتاعي دايما بيبقى اتنين مايكرو فراد، اتنين ونص أقصى حاجة لمروحة السقف. في ناس بتركب مكثف 3 مايكرو فراد، وفي ناس بتركب مكثف 3.5، وأنا ما برجحش الكلام دوت. هنبدأ نفك الأسلاك بتاعتنا. تمام. عندي هنا الاتنين الرئيسيين اللي هما 220. طبعا هوضح لحضراتكم ازاي نعرف نحدد أطراف المروحة. هنركن العمود كده. فضلت معايا المروحة عندي 3 أطراف طالعين للمروحة وطرفين من المكثف. هنبدأ نفك مع بعضنا واحدة واحدة. في هنا دي أنا فكيتها ازاي، بدل ما نقطع سلك نلاقيها فيها ناحية كده مطبطبة كده، هندوس عليها دوسة كده بالزرادية اهي. أنا بسحب مش سحبة معايا أهو، مجرد ما ندوس عليها سنة كده بسيطة. بص، سنة بسيطة مش جامد، فكت معايا اهي. يا رب تكون واضحة. طبعا فكينا المكثف، هنركن المكثف بتاعي على جنب. هبدأ أكمل فك في المروحة بتاعتي. هنفك الوش التاني فوق. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هننضف الكلام دوت، هننضف التراب ده لأنه برضو ده بيأثر على رمان البيت. في عندي هنا 3 مسامير، ادي 1 2 وفي واحد هنا. طبعا هنعدي الأسلاك كلها اللي هم ال3 أطراف معايا، هنعديهم في قلب العمود كده عشان لما نيجي نفك أو نطلع رمان البلي. تمام أهو. كده مفيش أي حاجة هتعكسني. طيب كده احنا فاضل معانا الوش. أنا معلش لأن أنا ضد التخبيط فأنا فكيت على مكبس، بس حبيت أوريكم الوش بعد ما طلعته. هيبقى الوش بالشكل ده اللي فوق. بعد كده هنبدأ نسحب الملف ده الملف
ودي المبينة اللي حوالين الملف. طبعا كل ده هنبدأ ننضف، هوريك ازاي هتركبها صح، لانك انت ممكن تلفها تركبها مقلوبة. طبعا انا سندتها كده وما خدتش بالي ومش عارف. طب انا هعرف ازاي ان انا شغال صح ولا لا؟ دايما عندي رجل هنا ورجل هنا. لو نلاحظ في الفيديو، يا رب تكون واضحة اهو، في دي ودي، في ناحية طويلة وناحية قصيرة. القصيرة دي دايما تبقى تحت. لو انت مش ملاحظها، لاحظها في الناحية دي هنا اهو، في دي دايما القصيرة دي تبقى تحت. نعمل كده، بالتالي بنلاقي الملفات بسوي المبينة واخدين وش واحد مع بعضهم. هنبدأ نشيل ده طبعا، هنبدأ نشيل الوش اللي تحت. طبعا انا زي ما قلت لحضراتكم انا مش شغال بزرجينة، انا شغال بمكبس، بس هحاول الم لكم الشغل ده على زرجينة علشان ما بقاش ضريت عنكم اي حاجة. انا مش حابب ان انا اضللكم في اي معلومة، بس انا ما بشتغلش غير على مكبس. احنا بنشتغل الشغل ده للصنايعي المبتدئ او صاحب بيت يكون عنده شوية خبرة وموجود عنده عدة. تمام. هنبدأ الزرجينة، هنحمل الوش هنا فوق اهو كده. انا ركبت الوش بتاع الزرجينة. طلعت معايا بالشكل اللي انت شايفه. دي البلية القديمة طبعا هي قافلة خالص. هنبدأ نشوف الطرف التاني. كده طلعت معايا البلياية. كده احنا طلعنا البليايتين بكل سهولة. هنبدأ نجيب بليايتين جداد طبعا، مقاس 6202. هحاول اوري حضراتكم الرقم 6202، يا رب يكون ظاهر معاكم. هننزل بلياية عندي ماسورة بتبقى بتعدي في نفس القطرة كده، وهنا انا بركب البلياية اللي تحت. طبعا انا اهم حاجة عندي نظافة البلية. هنعمل كده تمام، وهنبدأ نديها خبطتين 3 لغاية ما البداية توصل معايا فين؟ في التيلة دي. يا رب تكون الدنيا واضحة. انا طبعا مش هخبط على البلياية عشان ما نضرش البلياية، فهركبها على المكبس وهنرجع لحضراتكم تاني. رجعنا لحضراتكم. انا على فكرة مش قاصد ان انا اقطع اي حتت من الفيديو، بس انا مش حابب ان انا نخبط على المروحة تخبيط. انا ضد الكلام ده، انا ضد ان انا اخبط على كده. ده بيقل من عمر البلياية معايا وبيأثر على العزل بتاع الملفات. طبعا احنا هنبدأ بأي بنسة رفيعة كده، هنسحب السلك بالراحة. ادي كده معايا طلعت طرفين. كده انا فاضل معايا طرف تاني اللي هو طرف الابيض. كده انا سحبت الثلاث اطراف بتوعي. هنبدأ نركب تاني زي ما احنا فكينا. انا طبعا زي ما قلت لحضراتكم انا ضد التخبيط اهو. لو احتاجنا نخبط للضرورة القصوى، طبعا احنا فاكرين مع بعض كويس خالص موضوع المبينة اللي احنا اتكلمنا عنه. طبعا احنا هننضف المبينة من التراب. فاكرين طبعا موضوع المبينة، الرجل القصيرة دي تبقى تحت ودي تبقى مولية فوق اهو بالشكل ده. هنبدأ نجيب الوش التاني. هنبدأ نلم السلك بتاعي كده اهو. هنبدأ ننزل
طبعا زي ما قلت لحضراتكم، انت لو مش فني اول حاجة تعملها انك تتعلم مكان المسامير. بعد كده ربطنا الثلاث مسامير اللي احنا فكناهم، هنرجع نربط الوش ده. طبعا عشان يسهل عليك، عشان ما تتلخبطش لو انت مش فني، بعد ما بنفك الريش ده مكان الريش، بعد ما نفك الريش بناخد المسامير بنركبهم مكانهم تاني، عشان ما تتلخبطش تيجي تركب مسمار هنا مكان هنا فتضيع معاك الدنيا. هنبدأ نشيل المكثف بتاعنا على جنب، او لو انت مش متأكد من شغلك وحابب تجرب هنعمل ازاي. دايما في اغلب المراوح طرف المكثف بناخد طرف ابيض والطرف التاني الاسود، الطرف الاحمر دايما كهرباء. هنجيب الوصلة بتاعتي اللي هي 220، هندي طرف الكهرباء، مجرد ما انا نحمل هنا بتلف الاتجاه ده، نحمل العكس بتلف معايا العكس اهو. هنبدأ نقفل المروحة بتاعتنا من تحت او فوق على حسب ما انت تختار. هنركب الجوان دوت، وبعد كده هنركب عليه العمود. طبعا ما ننساش اهم حاجتين عندي، الامان، امان المروحة. هنركب المسمار بتاعنا، هنبدأ نركب الورداية العادية، وبعد كده حاجة اسمها ورداية اللي هي مشروحة بتبقى بالشكل ده. الورداية دي مهمة جدا جدا. شكل الورداية دي يا رب تكون واضحة معاك. الورداية دي بتخلي الصامولة ما تفكش وحديها أبدا. هنبدأ نربط. طبعا الحركة دي البوش ده المفروض أنا نمنعه. وبعد كده بنعمل تركيب التيلة اهو، نفس الشكل اللي انت شايفه كده. شايف الفتحة دي يا رب تكون واضحة مع حضراتكم اهو. بعد كده هنروح جايب الوش بتاع التيلة ده، نروح فرده كده ونفرد الوش التاني سنة كده. كده هتيجي تسحب التيلة مش هتوجع وحديها. هنيجي عاد للواير بتاع الأمان، هنركب المسمار بتاعنا وهنبدأ نركب المسمار مكانه. وقلنا ده برضو مهم ما نستهترش بيه، هو مش هيعطل المروحة كشغل، بس دوت بيدي معايا أمان، بحيث إن المروحة لو لا قدر الله وجعت ده بيهدي الوجعة شوية، ما بيخليهاش يعني أقل حاجة بتهدى، فبيبقى قدر أخف من قدر. هنرجع هنا بقى، معايا 3 أطراف تاني عشان لو محدش خد باله. معايا هنا طرفين دول ال 220 اللي هم بيركبوا في السقف اهو، هم دول ال 220. هنعمل ايه؟ هنعمل الواحد كده اهو، ادي ال 220 خدنا معاه الطرف الاحمر. طبعا ممكن الالوان تختلف من مروحه للتانيه، بس الغالبيه العظمى بيبقى الابيض مكثف ميت، اسود كهرباء، الاحمر كهرباء مكثف الكهرباء. يعني هنيجي المكثف هنديله الطرف الاسود والطرف الابيض. هنيجي ندي الطرف الثاني 220 فين؟ في الطرف الاسود. طبعا انا بحب اشغل الترميله دي تاني. يعني انا هنعمل كده، ده الطرف الميت هنركب هنا ونرجع نقفل عليها تاني. انا بالنسبه لي دي افضل من شريط اللحام السوليتيب. تمام.
طبعا فاضل معايا تركيب المكثف. المكثف في عندي مسمار اهو، هركب كده. في عندي فتحة هنا اهي بتاعت المسمار، يا رب تكون واضحة اهي. تمام كده المكثف ركب معايا. كده انا فاضل معايا اخر حاجة اللي هو المسامير بتوع الوش. طبعا ما ننساش ان احنا نلف البلاستر على الطرف التاني. تمام، ونلم طبعا الاسلاك بطريقة حلوة كده، وبعد كده نركب. وكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو. ولو عجبك الفيديو لايك وشير واشترك في القناة لو كنت لسه مشتركتش، وفعل زر الجرس. قابل في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.